تيقولوا الديمقراطيه هي حكم الشعب نفسه بنفسه عن طريق الانتخابات. زوينه هذه، يعني ديك الانتخابات كتخرج لي الحاكم اللي غادي يحكمني انا بالاراده ديالي. عجبني ذاك البرنامج ديالو تبارك الله، ما عجبنيش مره اخرى ما نعاودش نصوت عليه. زوينه هذه القضيه هذه الا كانت الامور بحال هكا. علاش بزاف ديال الناس ما باغيش يدخلوا في هذه اللعبه هذه حيت الامور بحال هكا وسهله وزوينه، وانا ساعين هاد الناس هادو. وهنا غادي نرجعوا الاسباب اللي كتخليهم يعزفوا، ماشي يعزفوا يغنيوا ولكن يعزفون من العزوف على هذه اللعبه السياسيه. تيقول لك سيدي بان كاين واحد ثلاثه ديال الحويجات هما المشكل. اولا البنيه السياسيه ديال البلاد، واللي خلاها لنا الدستور ديال 2011. الدستور ديال 2011 اللي عطى للمؤسسه الحكوميه فقط الصبغه التنفيذيه، يعني هي تنفذ ما ينزل لها من قرارات من مؤسسه اخرى. ثانيا هو ان كاين واحد التقطيع انتخابي للبلاد تيخلي ديك الدوائر غدا وكتقزم، وكتخلي ان ما عنديش قوه سياسيه كتسيطر ليا على البلاد، فنلجا في الاخير لمجموعه ديال الائتلافات ويضيع البرنامج. داك البرنامج اللي حطيتي لي فلو كتوعدني انك غادي تنفذه، في الاخر كتولي كتنفذ برامج اخرى، بل انها كتكون ضدي من قبيل تسقيف الأثمنة ديال الغاز، ليسانس والمازوت اللي رفضوها مستشارين مصوتين عليهم الشعب. ثم كاين عندنا تأميم شركة لاسامير اللي غتحقق لنا الاكتفاء الذاتي من المنتوجات البترولية لواحد المدة طويلة، وغنكونوا في مأمن من التقلبات الدولية. هادو ناس راهم صوتنا عليهم زعما ياك، ماشي صوتنا عليهم، صوتوا عليهم الناس، ولكن ها هما في أول منعطف قلبوا على الشعب، يعني ما كينفذوش اجندات اللي باغيها الشعب، كينفذوا داكشي اللي هما باغيين. هذه الثانيه. الثالثه واننا كنعتمدوا على واحد نظام التمثيل النسبي، يعني واحد الحزب اللي هو قوي واللي حنا باغيينه انه يزيد وينفذ البرنامج ديالو، كيجيبوا له واحد الكالات صغيورين، احزاب صغيره كتهرس له ديك القوه ديالو، وحتى هما كياخذوا مقاعد في البرلمان. فاش كيجي هو باش يحقق ديك القوه ديالو كيلقى بان كاين ليه مقعد ليه جوج المقاعد، وتيبقى كيضطر انه يدير ائتلافات مع هاد الناس رغم صغر حجمهم ويضيع البرنامج. فاذا لاش غادي ننتخب انا على واحد السيد كيوعدني بواحد البرنامج وهو ما قادش ينفذوه، وهو ما عندوش الامكانيات باش ينفذوه؟ دابا اللي بغينا نفهموا لهاد الناس هادو اللي تيقول لك الاصلاح من الداخل، هو ان عندك واحد الامانه قدام الله عز وجل. راه هادشي ماشي اللعب ديال الدراري الصغار الخوت، راه الدنيا كلها 70 سنه 80 سنه وغتلقى الله عز وجل، وغتلقى واحد الحديث